مرحبا، أنا إبراهيم من غزة. آخر الأخبار والتطورات وشوية معلومات من هنا وهان. اشتباكات بالمدفعية الثقيلة والصواريخ بين الجيشان السوري واللبناني وعناصر من الحزب. الاشتباكات العنيفة وقعت في أعقاب مقتل 3 عناصر من الجيش السوري بعد أن تم اختطافهم وقتلهم رجما بالحجارة. أدى تصعيد إلى حشد قوات كبيرة على أطراف الحدود. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول عن رئيس الشباك السابق يعقوب بيري بأن نتنياهو يريد التخلص من جميع الحراس والتصرف منفردا. قال أيضا بأن منصب رئيس الشباك ليس قائما على الثقة. مدير بلدية جنين يقول بأن جنين تتعرض منذ 56 يوما لاحتلال كامل، وتم تهجير سكان 3200 بيت، وتم تجريف 100% من مخيم جنين، و85% من شوارع المدينة. الحياة معطلة بالكامل، يقول رئيس البلدية، ويقول لدينا حوالي 8000 منشأة تجارية مغلقة بالكامل. أحياء كاملة محيطة بمخيم جنين تم تهجير سكانها. السلام التام لأهلنا في جنين. قالت القناة 14 العبرية بأنه ومع إعلانه عن نيته إقالة رئيس جهاز الشباك، نتنياهو يعقد جلسة مشاورات مع قيادات حزب الليكود ويطلب منهم مقترحات لرئاسة جهاز الشباك. 3 من أصل 4 مرشحين من حيث المبدأ من داخل الجهاز أو كانوا في صفوفه في وقت قريب. أحدهم شغل منصب رئيس قسم العمليات، وآخر رئيس قسم الأبحاث، والثالث هو النائب الحالي الذي دخل للمنصب قبل شهرين. المرشح الرابع المتداول اسمه هو مائير بن شبات، شغل في السابق منصب رئيس مجلس الأمن القومي في الضفة الغربية. وخلال الساعات الماضية قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجرزون شمال مدينة رام الله وتعتقل عددا من الشبان، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية شقبة قضاء المدينة وأيضا سلواد، واعتقلت أحد الشبان، وقامت أيضا باقتحام مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم. كما اعتقلت القوات الأسير المحرر علي زواهر بعد مداهمة منزله، وأيضا داهمت عمارة سكنية خلال اقتحامها في دورة جنوب الخليل. القوات واصلت اقتحام مدينتي جنين وطول كرم ومخيماتها، وتواصل طرد أكثر من 40 ألف مواطن وتهدم وتحرق المنازل. هذا ما يحصل في الضفة الغربية، وللأسف فيش في عليه إعلام قوي يركز على اللي بيصير هناك. الجيش الإسرائيلي في بيان له قال بأننا استهدفنا في الساعات الأخيرة الماضية مقر قيادة تابع لقوة الرضوان. الإعلام الإسرائيلي وأغلب الأخبار الإسرائيلية بتحكي عن إقالة رئيس جهاز الشباك أو المخابرات الإسرائيلي والمشاكل اللي صارت على هذا الأمر. القناة 14 العبرية نهاية تقول عن نتنياهو بأن رئيس الشباك ابتزني بالتهديدات واستغل قوة الجهاز لممارسة الضغوط من أجل البقاء في منصبه. المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تقول لا يمكن لنتنياهو إقالة رئيس الشباك، وذلك حتى يتم استكمال مراجعة الأسس القانونية والوقائع التي يستند إليها القرار، والتأكد من صلاحيات نتنياهو للتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الحالي. ونهاية اعمل متابعة للمزيد. شكرا كثير إذا أنت موصل معي للأخير. للتبرع تواصل معي واتساب، ويعطيكم العافية.